السلام عليكم and welcome في الدرس الثالث من سلسلة تعلم اللغة الإنجليزية من الصفر. إلا باقي ما شفتيش المقدمة والدرس الأول فراه ضروري ترجع ليهم باش تبدا معنا من الأول ونبداو الدرس ديالنا اليوم. الدروس الفايتين كانوا فيهم questions and answers، أسئلة وأجوبة، كيفاش نسول على personal information وكيفاش نجاوب عليهم، كيفاش نسول على المعلومات الشخصية ديال شي واحد وكيفاش نجاوب عليهم. اليوم غادي تزادوا عندنا questions اخرين، اسئله اخرين و how to answer them وكيفاش نجاوبوا عليهم. اليوم غنبداو بنمبرز، غنخدموا نمبرز باش نجاوبوا على واحد السؤال، والسؤال الاول ديالنا اليوم هو how old are you. كيفاش غنجاوبوا على how old are you؟ how old are you كنسولوا على العمر age، والجواب ديالو simple بسيط وسهل، ولكن قبل ما نجاوبوا عليه نمشيو نشوفوا numbers and how to say numbers in English. غنشوفوا كيفاش كنكتبوا النمبر وكيفاش كنطقوه، how to write and how to pronounce. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. حاول تعاود هاد البارت ديال الفيديو وقول معايا النمبرز حتى تحفظهم. دابا غنمشيو من 11 ل 20. 11 ماشي 11، we say 11. 12 13 14 15 ماشي 15 15 16 17 18 19 20. British كيقولوا 20 والامريكانز تيقولوا 20 right. رجع عاود تاني ل 11 وعاود قول numbers. من بعد 20 كنبقاو كنزيدو غير 1 2 3. for example 21 او لا Americans say 21 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30. وهنا غنوقفوا واحد شويه باش نشوفوا الفرق بين 13 and 30. 13 اللي هي 1 3 كنديروا ستريس، كنضغطوا على الاخر ديال الكلمه and we say 13. of 30 اللي هي 30 we say 30 كنضغطوا على الاول ديال الكلمه باش نفرقوا بيناتهم، يعني كنقولوا 13 30. ونفس الحاجه مع 14 40 15 50 16 60 17 70 18 80 and Americans say 80 19 90 and 100. practice. كل ما عاودتي النمبرز وقلتيهم وعاودتيهم غاتولي تعرفهم بالانجلش. ودابا نشوفوا كيفاش كنسولوا على how old are you. it's very simple، ساهل بسيط. كنخدموا I مع am، بحال كيما تنقول الاسم ديالي كنقول العمر ديالي. how old are you؟ I am 40. that's it. ممكن نقول I am 40 years old، ولكن إلا قلنا I am 40 كافية ومفهومة. دابا غادي نشوفوا كيفاش كنسولوا على شي واحد شحال في عمره أو لا شي وحدة شحال في عمرها، بحال كيما شفنا في الدروس الفايتة كيفاش كنسولوا على الاسم ديال شي واحد ومنين الأصل ديالو، الاسم ديال شي وحدة ومنين الأصل ديالها. دابا غادي نسولوا شحال في عمره وشحال في عمرها. how old is he؟ وكنجاوب he is 40. how old is she؟ she is 30. وهكا سولت على العمر وجاوبت على العمر. إلا افترضنا أن هذا الشخص هادو هما المعلومات الشخصية ديالو، بغيتك توقف الشاشة على هذه المعلومات وحاول تكتب questions and answers، أسئلة على المعلومات الشخصية ديالو والأجوبة كيفاش كنجاوبوا عليهم قبل ما نقول لك الجواب الصحيح. كما شفنا في الدروس الفايتة كنسول على first name، على الاسم الشخصي what's his first name، وممكن نجاوب بواحد الجواب مختصر short answer it's أمين. what's his surname، وممكن نجاوب واحد الجواب مختصر ونقول it's منصوري. وكما شفنا في الدرس اللي فات إلا بغيت نسول على الأصل ديال شي واحد كنقول where is he from. أنا ما كنقولش what's his country، we say where is he from وكنجاوب he is from Morocco. إلا بغيت نسول على الأدرس كنقول what's his address، بحال كما درنا مع what's his surname أو لا what's his first name. كنجاوب عليها بنفس الطريقة وكنقول it's 123 Mohammed V Street, Casablanca. What's his phone number? It's
وهنا نرد البال كيفاش كنقول الفون نمبر 212 600 559031. British English كيقولوا 00 في الفون نمبرز. American كيقولوا 0. يعني ممكن نقول 0 او لا او فاش كتكون عندي 0 في الفون نمبر. دابا السؤال اللي شفنا اليوم how old is he وكنجاوب he's 32. السؤال الثاني اللي عندنا اليوم هو what's his job بحال كما درنا مع what's his surname. what's his job وكنجاوبوا he is اللي كنختصروها he's an engineer. كما كنلاحظوا في هاد الكويشنز كاملين كلهم كيبداو باش WH وكنسميوهم WH questions كما ديما كنقول. The last question السؤال الاخير ما غاديش يكون WH question غادي يكون yes no question. الا غنسولو وغادي نقولوا is he married كيفاش غادي نجاوبوا عليه yes he is او لا no he isn't. في هذه الحاله غادي نقولوا yes he is. وهكا سولنا وجاوبنا على المعلومات الشخصيه ديال شي راجل. وإلا غنسولوا على المعلومات الشخصيه ديال شي امراه اولا شي بنت كنديروا تغييرات بسيطه كنخلوا نفس الكويستشنز نفس الاسئله غير كنديروا بعض التغييرات البسيطه بحال what's her surname في عوض ما نقول what's his surname كنقول what's her surname وكنخلي نفس الطريقه ديال الاجابه it's فلانه it's فلانه right. And we say what's her first name it's Amina. what's her surname it's Mansouri. where is she from في عوض where is he from we say where is she from she's from Morocco. what's her address it's 123 Mohammed V Street Casablanca. what's her phone number it's 212 600 559031. how old is she في عوض how old is he we say how old is she. what's her job في عوض what's his job we say what's her job. and we say she's an engineer في عوض he's an engineer we say she's an engineer. is she married في عوض is he married we say is she married yes she is. ودابا غنشوفوا واش فهمتي ولا لا. quiz time غنعطيك مجموعه ديال المعلومات الشخصيه وحاول انت تكتب السؤال المناسب لكل معلومه. غادي نعطيك معلومات شخصيه ديال واحد الشخص اللي ممكن يكون اسم او لا الفون نمبر او لا الكانتري او لا الجوب وحاول باش تعرف الكويستشن قبل ما نعطيك الجواب الصحيح. good job. واللي جاوبتي مزيان دير لايك وقول لي في الكومنتس شحال الاسئله كانوا عندك صحاح وتسناني في الفيديو الجاي اللي غيكونوا فيه معلومات مهمه بزاف باش ننتقلوا لمرحله اخرى في تعلم اللغه الانجليزيه ونشوفكم في الفيديو الجاي.